أوسوريو متخوف من رحيل لاعب الزمالك ويطالب بحسم مصيره سريعا. تقارير إعلامية صادرة اليوم كشفت من داخل نادي الزمالك عن تخوف كبير لدى المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لنادي الزمالك، وذلك من رحيل اللاعب أحمد فتوح الظهير الأيسر للقلعة البيضاء، وذلك في ظل تقارير إعلامية مستمرة حول مصير اللاعب في ظل نهاية تعاقده مع نادي الزمالك بنهاية الموسم القادم، أي أن أحمد فتوح يحق له التوقيع لأي نادي آخر غير الزمالك في يناير القادم ومجانا. أحمد فتوح بيعتبر واحد من أبرز عناصر الزمالك ويتم الاعتماد عليه بشكل أساسي في الجبهة اليسرى، حيث يعتبر أحمد فتوح هو الأفضل في هذه الجبهة داخل مصر. أوسوريو طلب من إدارة الزمالك حسم مصير أحمد فتوح سريعا خلال الأيام القادمة وعدم الانتظار لنهاية الموسم، لأنه لا يضمن تواجد اللاعب وقتها. وحصل الزمالك على راحة لمدة 20 يوم عقب الخروج من البطولة العربية للأندية، على أن تكون العودة بعدها استعدادا للموسم الجديد.